السلام عليكم. ملي تركب حدا لانجينيور شنو اللي خصك دير؟ ملي تطلع حاول ما امكن ما يكونش فيك الخوف، جلس مزيان. اول حاجه ديرها هو انك تقاد الكرسي، ما ديرش الصمطه، قاد الكرسي هو الاول وجرب بلومبرياج. ملي تقاد الكرسي ديالك من بعد كتقاد المرايات ديالك باش تشوف اللور، هذه الوسط. من بعد كنقادو المرايه ديال اليسار، عاد تقاد المرايه ديال اليمين، عاد كدير الصمطه ديالك. هادشي بالمراحل. احنا درنا الصمطه. قبل ما تنوض ديماري اول حاجه خصك ديرها هو انك تشوف البواطا فيتاس واش بامور ولا ماشي بامور، بحال هكا. عاد كديماري، ولكن لازم على الانسان ما يخافش. ضروري هاد المراحل وما خصكش تخاف. من بعد ما درتي هاد المراحل هادو كاملين، اشنو اللي خصك دابا دير؟ وصلنا للمرحله ديال الرجلين. اول حاجه غتسبق هو لومبرياج حتى للقاع. من بعد كدير الفران، من بعد كدير بروميير. وملي كتجي للفران ديال اليد، واحد غلط كيديروه المبتدئين، اشنو هو؟ كيبغي يهبط هذا وما كيعرفش. خص ضروري تكي على البوطون وتهز شويه الفوق حتى كتدخل هاد البوطونه. شوف هاد البوطونه، ها هي كتكي وكتهبطوا. والحاجه اللي كينساوها هو ان السينيال ملي تبغي تقلع، باش دير السينيال على اليسار هبط هكا. ملي تبغي تقلع خص الخوف ما يكونش فيك، باش الرجل ديال اليسار ما يترعدش وانت حدا الممتحن. كتحيد رجليك تحطو حدا الكسيراتور، واخا ما تكسيريش في التقليعه، ولكن الرجل على اللومبرياج خصك تبقى تهزو بشويه، لان انا كنعرف الخوف ديال المبتدئين ملي كيطلع حداهم الانجينيور ويديروا الدوره الشرفيه. حاول ما امكن انك ما تنطروش نهائيا، رخي غير بشويه راه غادي تحس بالطوموبيل كتمشي. قبل ما تنوضوا تخرجوا ضروري ما تشوفوا المرايه حتى تكون الطريق خاويه. دابا راه مازال ما خاويه، اذا كتشوفوها واحد الطوموبيله ماجه، يعني شويه الصبر، ما تسرعش باش ما يوقع لكم شي افات. ها هي دابا الطوموبيل هي ماجه، غير نشوفوها دازت تما، كترخي لومبرياج وكتكسيري شويه، والمقود دورو غير شويه، ما تدوروش بزاف باش ما تهربش بك، دورو غير شي شويه، غير كتدخل الطريق واليدين بحال هكا. دابا غنتكي لومبرياج حتى للقاع ونهز رجلي مكسيراتون، ندير الدوزيام ونرخي لومبرياج بشويه وتكسيري بشويه. هنا بالدوزيام عاود كتعمر الموتور وتكي لومبرياج حتى للقاع وتهز رجليك مكسيراتور ودير تروازيام. انما اليد ديال اليسار ضروري خصكم ترخيوها، ما تزيروهاش باش ما تمشي لكمش الطوموبيل الاتجاه المعاكس ولا تهرب بكم الجهه ديال اليمين ولا ديال اليسار. وشكون اللي كيخلي هذا الشيء هذا بالنسبه للناس اللي هما مبتدئين؟ هو الخوف. الخوف ما خصوش يكون، التوتر ما خصوش يكون، باش نهار تركب حدا لانجينيور اولا الممتحن ما توترش ويتلف لك الفران مع لومبرياج ولا تلفوا لك الفيتاسات، وغير بشويه عليك. والانسان يقابل المرايات ديالو والمقود ما تزيروش وما تشدوش المقود هكا، اولا ديروا حدا الممتحن هكا اولا هكا اولا هكا. لا، راه هادشي ما مقبولش. خصك تشد يديك بجوج هكا بهذه الطريقه كما كتشوفوني انا هكا. وفي نفس الوقت راه هي الا جيتي للتموضع ديال اليدين في المقود، راه هذه هي الطريقه اللي هي صحيحه. ما كايناش شي طريقه من غير هذه. علاش؟ لان باش ملي كتبغي تمشي اليمين كتمشي، شوف ملي كتبغي تمشي اليسار كيفاش كتحكم في المقود هكا. اما هكا راه كنظن بان ما تحكمش المقود، وانتم يوم الامتحان من الاحسن الانسان يشد لهم هكا. دابا بغينا نوقفوا، شنو خصنا نديروا؟ نفرانيو، نعملوا السينيال على اليمين باش نعرفوا الناس اللي جايين من اللور، ونتكيو لومبرياج. ولكن ما توقفوش في الطريق، حاولوا ما امكن تخرجوا حتى تخرج، عاد تزيد تبرك شويه على الفران باش تكمل الوقفه ديالك. وفي نفس الوقت الا جيتي تشوف واش وقفتي في الطريق، لا كنلقاو راسنا بان وقفنا خارجين الطريق. ما تحيدوش رجليكم على اللومبرياج. علاش؟ حيت الفيتاس مازال تروازيام. حتى كدير بامور هكا وتطلع الفران ديال اليد بلا بوطونه، تسمعوا هذا الصوت هذا. عاد كتحيد رجليك على الفران، عاد كتحيد السينيال. ملي كتحيد السينيال كتسكت الطوموبيل ديالك، كتكون دوزتي الامتحان مزيان كما ينبغي. وان شاء الله التوفيق للجميع. تبارك الله عليكم.